بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواتي وبناتي وحبايبي، يوم جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم النهاردة. تعالوا نشوف الفطير الجميل ده عملناه ازاي. يا رب يعجبكم الفطير ده النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا يا حبايبي كيلو دقيق، يعني الكيلو دقيق 8 كوبايات، ماشي. طبعا نخلناهم، لازم الحاجة تتنخل يا حبايبي عشان خاطر يبقى هش كده وحلو. ومعانا ايه، هنعمل كوبايه ميه نقلب فيها ايه معلقه سكر كبيره، او معلقتين حسب ما انت بتحب الفطير بتاعك مسكر ولا ايه، ومعلقه ملح صغيره. ماشي يا حبيبي، وقلبهم كويس، ما تحطش الحاجه ايه السكر محبب او الملح، قلبيه كويس. هو هياخد طبعا من حوالي كوبايتين ونص ل3 كوبايات دقيق ميه سائل للعجن يا حبايبي. فاحنا هنقلب الاول في الكوبايه الاولانيه السكر والملح، ماشي. وبعد كده ايه هنبتدي نلم العجينه اهوت، كنا بنلمه بالمعلقه، هنبتدي نلمه بايدينا بقى. وهيبقى معانا ميه لان احنا هنحتاج له كمان حوالي كوبايتين. وهنعجن الفطير ده عجنه حلوه. العجين بتاع الفطير بيدي نتيجه حلوه قوي. يعني اقل حاجه يوم اقول لك إيه، ربع ساعه عجين متواصل كده، حسي العجينه ناعمه في ايدك. ما شاء الله. طبعا انا عجنت شويه وقفلت ورجعت ايه كملت شويه، يعني تسيبيه 10 دقايق وترجعي تكملي تاني. يعني حوالي ايه مجمل العجين بتاعه ربع ساعه تلت ساعه، هيديكي نتيجه حلوه قوي والله العظيم. ولا يتقطع منك ولا حاجه. عشان في ناس بيقعدوا يقولوا العجينه بتتقطع واحنا بنفردها. لا، لو عجنتها كويس مش هتتقطع منك قوي يعني. وبعدين لو اتقطعت تاني، اهم حاجه الورقه الاخيره، الفتره الاخيره تبقى ايه مش مقطع، مش لو اتقطعت منك في الاول مش مشكله، بيتلم تاني. ماشي يا حبايبي. طيب عجناه حلو وسيبناه يرتاح اقل حاجه ربع ساعه برضه. تريحي العجين ما شاء الله يديكي ايه نتيجه حلوه باذن الله. وتجيبي الصينيه بقى او الطبق اللي هتقرصي فيه، اللي تقطعي فيه العجينه. تعمليها زيت، تحطي فيها زيت حلو يعني، توصي بالزيت شويه. وتقطعي العجينه بقى. انا طلعت معايا كور حوالي والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هما طلعوا معايا حوالي 5 فطاير، فكل فطيره اخدت ايه 3 كور. فعملوهم متوسطين يعني مش كبار قوي، هتشوفوهم دلوقتي. فتقطعي بقى الكور زي بعضها متساويه، وتحطها في الزيت، تغطسها في الزيت كده، تزودي الزيت شويه وتغطسها فيه. وتسيبها برضو، تغطيها في كيس وتسيبها ايه يعني ايه ترتفع شويه وترتاح. اهم حاجه لو العجينه ارتاحت هتدي لك نتيجه حلوه باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي، حطوا لنا كومنت جميل كده ولايك يشجعنا. وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم باذن الله. انا معايا مقلبه زبده على سمنه، ومعايا برضو زبده لوحدها كمان، زبده على سمنه يعني ايه بدرجه حراره الغرفه، مش بتبقى متلجه ولا سايحه. لا، احنا عايزينها ايه زي مرمله كده في ايدك، تعرفي لما تحطها على الفطيره ما تسيحش منك. اه. ويا حبايبي لما العجينه تقطع منك ما تخافيش، كده كده هتتلم تاني. اهم حاجه الفطيره الاخيره اللي هتلم فيها الكور دي ما تكونش مقطعه. لو ده اتقطع منك ما يسيبش حاجه، ده كده حلو ليك ان هو يبقى مورق والرخامه تبان من تحته كده، هيبقى مورق وطعمه حلو ويطلع هش وحلو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل يا حبايبي 3 كور، حوالي 3 كور نفردهم ونعملهم ايه ظرف كده مربع زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. وهنسيبهم على جنب وايه تالت واحده او رابع واحده، يعني لو حطيت 3 في قلبها هتبقى ايه يعني معموله مفروده بس مش متقطعه، يعني مش مخرمه، ما توسعهاش قوي يعني. هنجهز 3 وهنحط كل واحده في كل ظرف في التاني، كل ظرف في التاني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو يا حبايبي، حاولي ترققي ومطوا ما يجراش حاجه، ما تخافيش لو اتقطعت منك ولا تقلقي من حاجه. اهو هنحط واحده جوه واحده زي الظرف كده يا حبيبي. تعملوا ظرف وتعملوا واحده الاول ظرف، وترجعي برضو تبططي التانيه وتوسعيها وتحطها في قلبها تانية وتطبقي عليها برضو زي ما انتم شايفين كده. زي الفيديو يا حبايبي شرح نفسه. حطوا لنا كومنت حلو يا حبايبي كده ولايك يشجعنا، عشان الفطير ده باذن الله يعجبكم باذن الله. افردي وشدي العجينه، ما تخافيش مش هتعمل معاكي حاجه. ده بالعكس، كل ما تبان منك الرخامه كده تبقى رقيقه وحلوه كده، كل ما تبقاش معضمه وجامده كده منك ومقززه كده، لا تبقى طريه وحلوه. جبنا الاتنين اللي احنا عملناهم اهوت، برضو نفس الطريقه. هنقفل عليهم اهو. شوفوا ده بيبانها متقطعه ولا اي حاجه، ما تخافيش من اي حاجه.
اللي لسه حتى مبتدئين في الفطير ما تخافوش، ادخلوا على الفطير وما تخافوش. ما لو بتقطع منك وتقولي لا ده بتقطع مني او بيطلع ناشف، مره في مره هيطلع حلو باذن الله. احنا ما كناش في الاول بنعمله كده، يعني لازم دي الحاجات دي تجارب. ما تخافيش ادخلي على الفيديو واعملي فطير زي ده وجربه، مش هتندمي باذن الله. مش يعني اول ما اتولدنا كده عملنا فطير وطلع حلو، لا، مره في مره يطلع منك كويس باذن الله. وطبعا تفرد على الرخامه زيت، بطاطا على زيت، افرد على زيت. وطبعا جنبك السمنه والزبده، هاتي بايدك وحط. دول كده انا عملت 3 ودي رابع واحده فوقهم. عملت فطيره 4 كور، والباقيين عملتهم 3 و2 وواحده اخيره. يعني في واحده خدت 3 كور مفرودين والاخيره، يعني واحده خدت 4 والباقي خد 3. هي جت معايا كده عشان العجين يتظبط. والسيبها ترتاح بقى وتغطي بكيس. اهم حاجه تغطي، اهم حاجه البطاطا تغطيها اهو زي ما انتم شايفين في الفيديو يا حبايبي كده. ده هيورق وهيبقى جميل معاكي خالص، ومش هتبقى جامده كده مقززه ولا حاجه تيجي تقطعها تلاقيها كده جامده منك، لا، ولا لاويه ولا اي حاجه. ما شاء الله هتطلع عجينه ناعمه هشه جميله قوي الفطير ده. دول 2 مع بعض اهو. هنعمل برضو واحده اهو، عملناها وحطيناها في قلبها. ده كان الفيديو كبير يا حبايبي، بس انا يعني شلت منه كتير عشان ما يبقاش طويل عليكم. افردي، ما تخليش العجينه مكلكعه منك، عشان خاطر ما تجيش من الاطراف كده وتبقى جامده منك وانت بتقطعي الفطير اهو. وتحطها في الصينيه وتغطيها اهو، تحط عليها حته زبده فوق وشها كده، وتغطيها بالكيس اهو، عشان خاطر برضو ترتاح في الصينيه، مش بتبططها على طول. يعني انت بعد ما عملتها التلات كور كده، عملتهم زي الظرف وحبيتهم جوه بعض كده، واخر واحده تحط على وشها حته الزبده وتغطيها بكيس وتسيبها ترتاح. برضو ما تبططهاش في الصينيه دلوقتي، لازم ترتاح برضو اهو. هتحس العجينه بتجري تحت ايدك والله زي الملبن، والله حساها تحت ايدي ما شاء الله. عجينه لينه جميله. وما تيجي تعجنوا الفطير ما تخلوش جامد، العجينه تبقى بتلزق بس مش جامده ولا ملزقه قوي اهو. هنبتدي نفردها في الصينيه اهو يا حبايبي. شوفي العجينه، اقسم بالله ما شاء الله العجينه عامله زي الملبن في ايده، وعامله فقاقيع. يعني حاول تهبط الفقاقيع دي عشان ما تتلهفش في الفرن. وتولعي الفرن قبلها، اي معجنات يا حبيبي تولعي الفرن قبلها بربع ساعه من تحت. الفطير هيبقى على نار عاليه، حطي الاول الصينيه على الصاجه من تحت، وبعد كده شغلي الشوايه. لو الفرن بتاعك بيولع من فوق ومن تحت شغلي الاثنين مع بعض، بس انا عندي الفرن بيولع من تحت وبرجع اطفيه واشغل الشوايه من فوق. هي صحيح بيبقى عايز نار عاليه، يعني المفروض الفرن يبقى حامي زي فرن الغاز كده، بيبقى والع من تحت ومن فوق مباشر، بيطلع الفطير احلى كمان من اللي هو الفرن العادي اللي هو بيولع من تحت تطفيه وترجع تشغل الشوايه. لا، هو عايز نار عاليه الفطير بصراحه اهو. كانت بتقب والله ما شاء الله، وجميله ما شاء الله، جميله والله، طالعه جميله. الفيديو كمان التصوير يعني ظالمها شويه. انا عندي التليفون بيغمق الحاجه، فانت ما تدلوش درجه غامقه لان التصوير بيغمق الحاجه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو ولايك كده جميل يشجعنا ويفرحنا، وعلقوا له على الكومنتات كده. بفرح والله بالكومنتات بتاعتكم دي. شوفوا الفطير طالع طري وجميل ازاي اهو. والفطير لما يطلع يا حبايبي غطوه، بس ما تغطوش بكيس، غطوه بصينيه فوق صينيه كده عشان ما يعرقش وقلبه يبقى معجن كده. والله طالع جميل وبتطبق معايا في ايدي جميل جدا. شوفوا ما شاء الله جميل، جربوه مش هتندموا والله. كل مدى بيتحسن والله. انا ما كنتش بعرف اعمله قد كده والله، بس كل مدى بيتحسن. يعني اللي مش بيعرف يعمله يدخل يعمل فطير وما يخافش، مره في مره هتتعلمي. واحنا متولدناش كده ان احنا بنعمل فطور وبنعمل حلويات وبنعمل معجنات، لا، الحياه تجارب. جربي ومش هتندمي باذن الله. والله طالع جميل وريحته جميله، وخليها المعجنات ريحه البيت جميل. خير كده، خير، املي بيتك بالخير كده. شوفوا طالع جميل جدا. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي.